والله العظيم تعبت، بقالي 3 ساعات بذاكر، بفتح الكتاب بقرا سطرين بنسى اللي قبله، حاسس اني غبي. يا عم انت مش غبي، انت بس بتذاكر غلط. يعني ايه، هو في مذاكرة صح وفي مذاكرة غلط؟ لا يا حبيبي، المذاكرة ليها طرق، لو استخدمتها صح هتنجح. لو حتى دماغك فاضية دلوقتي بالطريقة اللي انت ماشي بيها دي بتتعب نفسك على الفاضي. طب قول لي اذاكر ازاي بقى؟ اسمع بقى، هقول لك كل حاجة وركز معايا. بص يا صديقي، اكتر حاجة بتخلي الناس تكره المذاكرة انهم بيقعدوا يذاكروا غلط ويفتكروا ان المشكلة في دماغهم، بس الحقيقة المشكلة مش فيك، المشكلة ان محدش علمك تذاكر صح. علشان تحفظ صح لازم تعرف الاول عقلك بيشتغل ازاي. الذاكرة مش مكان، دي عملية. اول ما تشوف او اول ما تسمع معلومة عقلك بيعدي على مراحل مختلفة عشان يخزنها ويبدأ يفتكرها بعدين. فهمك لأنواع الذاكرة بيساوي مذاكرة أذكى، وهتفهم ازاي دماغك بيشتغل فهتعرف ازاي تذاكر كويس. احنا عندنا 3 أنواع من الذاكرة. أول نوع الذاكرة الحسية، وبعد كده الذاكرة قصيرة المدى، وبعد كده الذاكرة طويلة المدى. الذاكرة الحسية المدة اللي بتقعد فيها المعلومة في الذاكرة الحسية أقل من ثانية أو ثانيتين تقريبا. بتستقبل المعلومة من الحواس زي مثلا النظر، السمع، بتنتهي بسرعة لو مركزتش، يعني مش هتلحق تتنقل للذاكرة قصيرة المدى. ذاكرة قصيرة المدى وديت بتخزن المعلومة تقريبا 15 أو 30 ثانية، زي مثلا حفظت كلمات إنجليزي أو حفظت أرقام. الذاكرة طويلة المدى هي المكان اللي بتخزن فيه كل حاجة تقريبا، بتعمله أو بتعيشه لفترات طويلة من أيام لحد سنين، وغالبا العمر كله. زي مثلا اتعلمت قواعد لغوية فضلت معاك أيام سنين مدى الحياة، دي اتخزنت في الذاكرة طويلة المدى. دي أنواع الذاكرة عندك. طبعا أول حاجة المعلومة بتخش في الذاكرة الحسية، وبعد كده الذاكرة قصيرة المدى، وبعد كده طويلة المدى. طيب ازاي بقى اوصل المعلومة في الذاكرة طويلة المدى؟ هو ده اللي هنعرفه النهارده. الغلطة اللي بنعملها كلنا واحنا بنذاكر بنفكر ان المذاكرة قراية وخلاص. لا يا معلم، القراية بدون فهم وبدون تكرار ذكي تضيع وقتك على الفاضي. تذاكر بفهم وتراجع بطريقة علمية زي المراجعة المتباعدة. طب ازاي اثبت المعلومة؟ شغل الحواس زي السمع، زي النظر، اقرا بصوت عالي، ارسم خرائط ذهنيه، سجل بصوتك وراجع واسمع. في تقنيه بتقول لو معرفتش تشرح المعلومه ببساطه يبقى انت كده مش فاهمها. المراجعه المتباعده، بعد اول مره تذاكر راجع تاني يوم وتالت يوم وبعدها باسبوع وبعدها بشهر. لو ثبتت يبقى هي كده ثبتت في الذاكره طويله المدى. اربط المعلومه بقصه، كل معلومه اربطها في حاجه في حياتك او موقف في حياتك. الدماغ بتحب القصص. طبعا المذاكره الناس كتير قوي فاكراها في العقل بس، المذاكره ليها اساليب بتاثر عليها زي النوم مثلا. نام كويس، النوم بينقل المعلومه من الذاكره القصيره الى الذاكره الطويله. كل كويس، الاكل كمان بيأثر على تركيزك. العب رياضه بتحسن ضغط الدم للمخ، التركيز بيكون احسن. المفروض كده تعمل زي ما بتعمل لنفسك جدول دراسي، اعمل نفسك جدول للمذاكره. ازاي يعني؟ مش فاهم. بص، يعني قصدي تعمل شكل جلسه للمذاكره، يعني مثلا 25 دقيقه مذاكره، 5 دقايق راحه. بعدين نفس الكلام، هتعمل ايه؟ هتذاكر 25 دقيقه، 5 دقايق راحه، وهكذا عشان ما تملش ولا تزهق. بس طبعا الراحه اللي انت هتاخدها ديت ما تروحش تمسك فيها التليفون، لان لو مسكت التليفون المعلومه مش هتثبت. خد راحه في هدوء تام. بعدين من 4 ساعات لمذاكرتك للمعلومه راجعها تاني وشوف انت فهمتها ولا لا، ولو ما فهمتهاش ارجع ذاكرها من اول وجديد، وذاكرها بتركيز وبحفظ. وزي ما قلت لك شغل الحواس زي السمع، النظر، حس الكلمه. حسها ازاي يعني؟ هو انا شاعر؟ حسها يا عم. مثلا اقرا بفهم، اشرح بصوت عالي، مثلا اعمل نفسك ان انت بتشرح لاخوك، بتشرح لصاحبك، بتشرح لاي حد. اعمل نفسك ان انت مدرس وبتشرح. انا زمان كنت بعمل كده، بمسك المرتبه والله بعملها ان هي عيال وافضل اضرب فيها، اقسم بالله. ارسم خرائط ذهنيه في مخك، وبعد كل الكلام ده راجعهم تاني بعد يوم، ولو ثبتوا يبقى كده مبروك، المعلومه دخلت في الذاكره طويله المدى. وافتكر دايما ان المعلومه مش بتخش من اول مره، عشان ما تجيش تمسك لي انا ما عملت كده وما دخلتش. المعلومه مش بتخش من اول مره، بتخش من التكرار الذكي والفهم العميق. يعني انا دلوقتي مركز وحاطط في دماغي ان انا عاوز افهم ديت ومركز عليها، فان شاء الله هتخش. ركز على الطريقه اللي انت بتفهم فيها وكررها في كل مذاكره، مش تركز ان انت لازم تخلص قبل الساعه او قبل الساعتين، وساعتها هتحس ان دماغك بقت مغناطيس للمعلومه. ولو وصلت لحد هنا ولسه ما عملتش اشتراك ولايك، اعمل. طبعا احب اشكرك على ان انت كملت الفيديو لحد الاخر، وانا عارف كويس ان انا مش احسن حاجه ولا احسن مونتاج ولا احسن تصوير، ولكن بحاول اجتهد على قد ما اقدر، وبيكم ان شاء الله اوصل، واحاول كل مره اتعلم حاجه جديده، لان انتوا لسه عارفين ان انا لسه فاتح قناه جديده. احب اشكركم جدا. سلام.